بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل سمكة المرجان بطريقة سهلة وبسيطة ونجربها في القلي كده ونشوف طعمها هيبقى ايه. والله انا جربتها وعملتها مقلية، بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة في الاكل وفي الطعم، وسمكة نظيفة لانها سمكة مالح. طعم لحمها حلو قوي. هناخد السمك بتاعنا على قد الكمية اللي احنا هنستخدمها، وهننضف السمك للقلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين بطنها بسم الله ما شاء الله نظيفة وجميلة، وهي اصلا بتحسي ان بطنها او مصارينها اللي جوه ضعيفة جدا، ودايما واكلة يا جمبري يا اي حاجة سردين، المهم انها سمكة حلوة وطعمها حلو ولحمتها جميلة جدا. هنجيب بقى للتتبيلة اللي احنا هنتبل بيها السمك بره طماطمايه. قطعيها مكعبات، تبشريها براحتك، وهنجيب ملح وشطة وكمون، وهنزود الكمون شوية، وهنجيب ليمونة، هنعصرها على التتبيلة ديت، وهناخد الطماطم نهرسها زي ما احنا شايفين. ومعنا تتبيلة اللي هي بتاعت حدق السمك، فلفل أخضر وفلفل أحمر، وبرضو ملح وكمون، نطرة فلفل سمرة صغيرة عشان لو فيه زفارة، وتوم كتير، وبنهرسهم مع بعض في الكبة، وبنحشي بيهم السمك زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. هنتبل السمك بتاعنا كله، وهناخد التتبيلة اللي هي بره اللي احنا عملناها، الطماطمايه والملح والتوابل اللي معانا دي، هنتبل بيه السمك بتاعنا من بره. يعني تتبيلة الدقة دي زي ما احنا شايفين هنحشي بيها السمك، والتانية هنتبل بيها السمك من بره. فضل معانا شوية دقة همت عادي مفيش مشكلة، هنضيفهم على التتبيلة بتاعت السمك، وهنقلبها بقى على السمك بتاعنا، نحاول نغطي بيه السمك كله. والله التتبيلة ديت او الطماطمايه اللي احنا بنتبل بيها السمك دي بتدي للسمكة طعم حلو قوي. وجربيها في اي سمك مقلي انت هتعمليه، هتلاقي ان طعمها حلو، وهتفرق معاكي في طعم السمكة وانت بتقليها. بعد ما غطينا السمك بتاعنا كله بنسيبه بقى على رف التلاجة حوالي نص ساعة، ساعة، على قد ما انتي عايزة من الوقت، وعلى قد ما انت هتيجي تجهزي الغدا بتاعك. بنيجي بقى نتبل السمك بتاعنا، بناخده بالطماطمايه اللي عليه وبالدقة اللي عليه زي ما احنا قلنا كده، وبنجيب الدقيق وبنحاول ان احنا نضغط على السمك بتاعنا زي ما احنا شايفين في الفيديو كده يا حبايبي، علشان تشتال دقيق ويمسك في السمكة، وما توقعش التتبيلة اللي عليه من بره، علشان لما نيجي نقليه والله هتفرق معاكي في الطعم فعلا. بتجيبي بقى زيت، طبعا بنكون على نار متوسطة كده عشان السمك ما يتلهفش مننا بسرعة ولا الزيت يتحرق مننا. وهنقلي السمك بتاعنا على على الهادي كده. السمكة لما بتاخد وقتها في القلي براحتها كده وعلى نار متوسطة بيبقى طعمها حلو، وتضمني انها مستوية من جوه ومن بره. بنقلب السمك بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. خلاص سمكنا بقى استوى من الجهتين، وقلبناه لحد ما ضمنا ان هو اتقلى كويس قوي. بنطلع بقى السمك بتاعنا على صينية او على طبق علشان نتبله. وجرب السمك ده في القلي، طعمه خطير جدا، وسمكة لحمها حلوة قوي بصراحة، وطريقتها سهلة وبسيطة، والتتبيلة اللي بره بتديلها طعم غير التتبيلة اللي انتي بتتبليها. بعد ما السمك بتاعنا اتقلى هو، خدنا بقى التتبيلة وغطيناه من بره، وبألف صحة